في فرضيه الستات بتقول يقول لك ايه، الرجاله كلها عينيها زيغه. طبعا. طبعا هم مقتنعين بكده. مليون المية. وانت ما ينفعش ما تقتنعش بكده. اوعي تفكري ان اللي معاكي ده شيخ جامد، انسي. والنبي لو هو لسه امن على السجاده ايوه. هيخش الحمام بالتليفون. انسي. انا بقول لك اهو طب دلوقتي احنا عايزين نحل الحوار ده. مفيش حل. انا عندي فرضيه يا ريس ما اديني مش يا باشا، عندي هسمعك. فرضيه اتقل عشان خاطر عم مش عارف. حصل. هي مقتنعه 100% ان انت هتخونها. ايه طبعا. اللي يحصل لما انا اروح اقول لها طب انت مقتنعه ان انا هخونك؟ طب وانت ما هتخوني. وافقي. طب خلاص، تختاري انت واحده اخونك معاها، بس ويا ريت تكون ساره مثلا. بس انت كده. حاطط هناك على ارمي سارة. لها ارمي لها هند عشان تكمل، مثلا كملي على الخطه دي. تكون فلانه وتبقى كذا انت كذا كذا، عارفه. وتبقى انتوا صحاب مع بعضيكم وعادي. ايه رايك في الفرضيه دي؟ والله العظيم يا ريت. يا جماعه وحياه الموضوع ربنا سقف الشاذلي في اقسم بالله انا سقف لشاذلي. الموضوع اسهل لا. طب ما تبقيش فاكره انك اخر القطعه اللي مش موجود منها في العالم العربي كله. انت مش فاهمه. أيوة. خلاص انت يا ستي ليكي كل الاحترام وليكي كل حاجه، بس انا مش عارف امسك عيني. دي حاجه غصب عني. هي اللي بتقول ده مش عينك زيك، بمزاجي ولو مسكتها هتتهم يا برضه. اخويا. ولو عملت ايه، يا حبيبي لو عملت ايه، ولو انت معاكي مين غصب يا ربي عينه بتروح كده وكده 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 وكده، وبيروح البيت بيغسل المواعين. من الاخر اسمع مني. برضه انا معاك لاي حاجه. بص عايز تروح في اي مكان انا معاك فيه. انا مش عايز ابوظ له، اعمل له مشاكل. ابعد عني عشان انا قلت لك ابعد عني عشان انا خفي. ابعد عني عشان انا عندي مواعيد النهارده. الناس كم. بتقول ما شاء الله اكبر لما بيشوفوك كده بيقولوا ان انت سي السيد، واللهم صل على النبي. انا عليكم. راسم لده. يعني ايه لسه؟ طبعا ليه لا. نفسك. يا جدع ليه لا. خليني اعبر عن حياتي حتى قدام الكاميرا هنا. مش هتمشوني على مزاجكم. انا ما بيطلعليش حس في البيت. لا بيطلع طبعا. بس بعيط. كمل موضوع غير الموضوع.